السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأفضل صحة وأحسن حال. طبعا قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وكومنت جميل منكم ولايك وشير للفيديو لو عجبكم. يلا نشوف الفيديو بتاعنا ونشوف هنعمل ايه النهاردة. طبعا من بداية الفيديو طبعا احنا كلنا يمكن فهمنا وعرفنا احنا هنعمل ايه. هنعمل مع بعض النهاردة القرص بالقرفة والسكر. تعالوا نشوف. النهاردة جبنا كده معايا بيضاية، حطيت عليها معلقة من الخل، بيضة واحدة بس وحطيت عليها معلقة من الخل. هحط عليها 3 معالق من السكر، ولو انت هتحشيها حاجة حادقة مثلا جبنة او حاجة هقلل نسبة السكر شوية. فانا عشان هحشيها قرفة وسكر فحطيت 3 معالق من السكر. هدوب السكر مع البيض مع الخل كده، وبعدين هضيف لهم كوبايتين او علبتين من الزبادي. هضيف مع الزبادي طبعا نص كوباية من الحليب او اللبن الدافي. هقلب الخليط بتاعي كويس قوي، وهضيف ربع كوباية من الزيت. لو انت طبعا حابة تحبي تحطي زبدة حطي زبدة، وحطي معلقتين او 3 من الزيت. لو حابة تستخدمي زيت خالص مفيش مشاكل، برضو هتنجح معاك وهتبقى جميلة. وهحط طبعا باكو من الخميرة الفورية اللي هو بيعادل مالي معلقة كبيرة. يعني باكو الخميرة الفورية ده 11 جرام، بيديني معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وعليهم كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر. طبعا حبايبي هتلاقوا كل المقادير انا حطها لكم في صندوق الوصف. هدوب الخليط بتاعي كويس قوي لغاية السكر من الخميرة ما يدوب كويس وما لاقيش الحبيبات بتاعتها موجودة نهائي. معايا 3 كوبايات من الدقيق، بس مش هضيفهم كلهم مرة واحدة، هبدأ اضيفهم بالتدريج عشان اوصل لقوام العجينة اللي انا عايزاها. انا عايزة عجينة تكون طرية ولينة، ما تكونش ناشفة. كل ما تكون العجينة معاكي لينة وطرية وبتلزق هتديك قوام للقرصة طري جدا وهش، وهتزود معاكي نسبة الطراوة في القرصة وهتبقى خفيفة جدا. هعجن كويس قوي، وانا بعجن ألم العجينة بتاعتي كده بالدقيق لغاية ما الاقي العجينة ايه وصلت للقوام اللي انا عايزاه. بعد ما عجنتها كويس قوي كده في البولة هاخدها معايا دلوقتي على المفرش، وهديها كمان ايه عجنة كويسة كده هون، عشان اتأكد ان المقادير كلها اللي انا حطيتها تجانست مع بعضيها وتداخلت مع بعضيها، مفيش اي مشاكل في العجينة كده تمام قوي. احطها في البولة واسيبها لمدة نص ساعة علشان تخمر، وبعدين اشكلها للاحجام اللي انا عايزاها كبيره عايزاها صغيره، دي حاجه ترجع لك انتي وحسب الحجم اللي انتي بتحبيه. جبت معايا هنا سمسم ودوبت شويه ميه بسكر، وحطيت معلقتين من القرفه على 3 معالق من السكر. بعد ما شكلت الكور بتاعتي كده هو على حجم القرص اللي انا عايزاها، حطيت اخد اول واحده كده، هحط فيها مالي معلقة من القرفة مع السكر زي كده اهو، وهبدأ ألم العجينة كده هو زي الكورة. هظبطها كده هو والفها كويس قوي واقفلها. هحطها في المية ام سكر، وبعدين ارجع احطها في السمسم واقلبها كده. تمام تمام. المية ام سكر يا جماعة، دي المية اللي بسكر انا بحطها عشان منه هتديني لون للقرصة، ومنه كمان هتخلي السمسم يثبت على وش القرصة وما يفركش منك وما يتعبكيش.
كمان واحدة تانية اهي. هبدأ احط في السكر والمية وبعدين احطها في السمسم وارجع احطها على الصاجة. طبعا او الصينية اللي انا هسوي فيها طبعا دهنها دهنة زيت خفيفة، وهتفضلي كده لغاية ما تخلصي الكمية اللي انت عايزاها. كمان ممكن لو انت عايزة من غير قرفة ممكن تخليها سادة زي ما هي كده، مفيش اي مشاكل. اكورها واحطها في المية سكر وبعدين احطها في السمسم اهو زي ما انتوا شايفين كده. تمام تمام. خلصت الكمية اللي عندي طبعا كده. اللهم بارك. قرص جميلة. بعد ما سبتها ريحت شوية دوست عليها بايديا شوية كده، يعني دبتها، وهسيبها لغاية ما تخمر. هسيبها حوالي نص ساعة في مكان يكون دافي. هتبص تلاقي العجينة معاكي خمرت وارتفعت كده كويس قوي. هسخن الفرن على درجة حرارة 180. هتاخد معاكي حوالي ربع ساعة في الفرن، وهتطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد ما تطلع من الفرن حاولي انك انتي ما تتحركيهاش طبعا من مكانها عشان ما تلزقش معاكي. سيبيها لما تبرد خالص وغطيها باي قماشة عندك او فوطة نظيفة علشان تطرى معاك القرصة كده وتطلع كويسة. وسيبيها لغاية ما تبرد خالص خالص، وبعدين ابدأي طبعا عبيها او خزنيها في اي علبة تلاجة عندك وحطيها في التلاجة وطلعي منها بالطلب زي ما انتوا شايفين كده اهي. طبعا جميلة وخفيفة جدا. طبعا القرفة مع السكر اتكرمل في قلب القرصة واداني طبقتين كده هون. شايفين طعمها جميل جدا. طبعا للناس اللي ما بتحبش نكهة القرفة طبعا في المخبوزات ممكن تعملي قرص سادة جدا خالص كده من غير اي حاجة. احشي جبنة، احشي مربى، احشيها اي حاجة. طبعا دي بتنفع للفطار، تنفع للمدارس، تنفع للعشاء الخفيف مع كوباية شاي او كوباية حليب. ما تنسوش تجربوها وتقولوا لي رأيكم ايه في الكومنتات. يلا كده ادعموني بلايك وشير وسبسكرايب للقناة، وما تنسوش تعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.